الديب سيك هنج مني مرتين. هو ده طبيعي؟ يعني النتائج دي طبيعية؟ انا ممكن اشوفه كده عادي؟ طب نتائجه عاملة ازاي؟ طب فعلا هو احسن من شات جي بي تي اللي هو تابع شركة الاوبن اي، ولا الضجة دي على الفاضي ولا ايه؟ طيب وليه كل الضجة اللي معمولة عليه دي؟ أكثر من تريليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة الأمريكية بالذكاء الاصطناعي، لتأتي شركة صينية مغمورة بتطبيق ديب سيك يضاهي تشات جي بي تي، مجاني للجميع، يستخدم كهرباء أقل وتكنولوجيا عادية وبتكلفة لا تذكر. خلونا نسأل تشات جي بي تي عن رأيه بالموضوع. خلينا نشوف فرجيكم تطبيق تشات جي بي تي أول شيء ونتحدث معه عن هذه الظاهرة الجديدة. هاي تشات جي بي تي، كيفك اليوم؟ أنا بخير، شكراً لسؤالك. بدي أسألك عن تطبيق الذكاء الاصطناعي ديب سيك الصيني، شو رأيك فيه؟ هل هو منافس لك؟ تطبيق ديب سيك بالفعل يعد منافساً قوياً في مجال الذكاء الاصطناعي. يتميز بتقنياته المتقدمة في معالجة اللغة، ومنافسته تعتمد على تفضيلات المستخدم واحتياجاته. طب ممتاز، طالما اعترفت خليني أسألك سؤال ثاني. اليوم ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هل هو منافسة شريفة أم صراع برأيك، وخصوصاً بالذكاء الاصطناعي؟ العلاقات بين الولايات المتحدة والصين معقدة وتشمل التعاون والمنافسة في مجالات عدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. هذه المنافسة تدفع الابتكار والتطوير، لكنها قد تتسم أحياناً بالتوتر. في النهاية الهدف هو تحقيق التقدم والاستفادة للجميع. حلو، شكراً تشات جي بي تي. خليني نشوف ديب سيك شو عنده يقول. إذن ديب سيك يا جماعة ما عنده خاصية التفاعل الصوتي بعد التي هي موجودة عند تشات جي بي تي، لهذا سأكتب سؤال وأقرأ لكم الإجابة. خلوني بداية بس فرجيكم التطبيق. هذا هو. سأكتب بشكل سريع عن مثلا كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية على ظهور تطبيق الذكاء الاصطناعي ديب سيك. هذا هو الجواب، سأقرأه لكم. يقول التطبيق بأن سيكون هناك رد فعل للولايات المتحدة الأمريكية على هذا التطبيق، والذي قد يكون فيه نقاط محتملة، مثلا التقييم الأمني، التنظيم والسياسة، المنافسة التكنولوجية، التعاون الدولي، والاستثمار والبحث. إذن اليوم نحن أمام ظاهرة جديدة بالفعل تهز ما يسمى بعرش الولايات المتحدة الأمريكية للذكاء الاصطناعي. هلأ أنا بحب الشركات الناشئة، وبما أنه تطبيق ناشئ ومجاني للجميع فأنا لازم أقول برافو ديب سيك. الصين قررت تعلن الحرب على الكل، نزلت اقوى اي نزل من ساعه تقريبا ما شفنا تشات جي بي تي او اوبن اي كلها. اعلنت عن الاي الجديد اللي اسمه ديب سيك، وده اقوى كتير جدا من تشات جي بي تي، والميزه اكتر انه فري، وغير كده انت تقدر تستعمل فيه كل حاجه من غير حتى ما يحط لك ليميت. يعني مثلا لو عندك بي دي اف او محاضرات عايزه يشرحها لك هتقدر تحطها له كلها مره واحده، مش بليميت زي تشات جي بي تي. وغير كمان ان انت تقدر تستعمل فيه الاي بي اي فور فري، وتعدل فيه براحتك من غير ما حد يقول لك انت بتعمل ايه او ليه اصلا. لو انت فعلا مهتم ان انت تشوف احدث حاجات في الاي اي فلازم تدخل تجرب الاي اي ده، وما تنساش برضو انك تتابعنا عشان تكون شايف ومتابع كل جديد بينزل في مجال الاي اي والتكنولوجيا. Everybody in the AI industry is shaking because of what they've seen. A Chinese AI app called DeepSeek is causing an earthquake in the tech world and on Wall Street. It can produce AI models that are far more efficient than the current state of the art from OpenAI, Google, Anthropic, and others. So an order of magnitude more efficient. More efficient and much cheaper. DeepSeek claims it cost just $5.6 million to develop its AI model. Even by the most skeptical projections, the most cynical projections, it still cost them a fraction to develop this model than the cost that OpenAI, Google, and others have had. So it is a monumental shift. And how does DeepSeek compare from a consumer perspective to ChatGPT? Is it essentially the same in terms of its function? Yes, and it's free.
So instead of paying OpenAI $20 a month or Google Gemini $20 a month for their advanced models, you can use DeepSeek, get the exact same level of results for free. The answers will be different because these models all have some random element to them. So you'll get different answers, but the experience that we've had over the last few days and that many are having over the last few days is the answers are just as good. But when we prompted the app to tell us more about Tiananmen Square, it said it could not answer. Any software or service that comes out of China is going to be highly restrictive. Again, that's why the actual use of DeepSeek in the App Store or elsewhere directly on a Chinese server, probably not a good idea. Not a good idea for maintaining data privacy. It's at least as bad, if not worse, than TikTok. But that's not what's going on here. What's really going on is that we've had a massive breakthrough in the productivity and efficiency of AI models that's going to be adopted by all the other companies that are developing these frontier AI models. Do you think of this as a turning point in the global AI arms race? Obviously, the US has been putting export restrictions in place, trying to maintain its leadership position. Does it look like that's changed? Absolutely. We thought we had a massive lead over China, and turns out we do not. Clearly, this is the US government is going to have to reconsider how its approach to AI. And big tech will be rethinking its plans as well. They've embarked on these huge plans for massive data center build-outs. They want to turn on 3 Mile Island and build all these nuclear plants and stretch our energy resources to build bigger and bigger models. Turns out they don't need to. They're going to have to pause and rethink all those build-out plans because it may turn out that they are somewhere between wasteful to foolish. A blockbuster reveal showing that China could be closing the gap with the U.S. in the development of artificial intelligence. A Chinese startup company called DeepSeek has shown off a striking new development, an AI program called R1, which DeepSeek says has very similar capabilities to ChatGPT, the AI model developed by the American tech giant OpenAI. It basically was about as good, and in a couple of cases, maybe a little bit better. And that's impressive because it's out of nowhere. But here's the rub. The Chinese company says it only spent $5.6 million training its AI program, compared to the hundreds of millions, and in some cases billions of dollars, that American companies OpenAI, Meta, and Google spent on their AI technologies. It's about 30 times cheaper than the top U.S. models. And that news jarred Wall Street. Tech giants like NVIDIA, a top supplier of AI chips, have taken a beating, as did Google's parent company, Alphabet. For those not familiar with AI, models like ChatGPT are programs that can answer almost any question you have, based on having read millions of pages on the internet. George Washington University professor Jeffrey Ding, who's researched China's AI programs for about 8 years, challenged the new Chinese program with about 6 probing questions, similar to the way he challenged OpenAI's ChatGPT. The resulting answers, he said, the first 3 are about the same as what OpenAI came up with. We asked Ding a key question. How has China been able to do this so cheaply and be almost as good, it seems? Essentially, they've found a way to get better performance without throwing more and more computing resources at the problem, training efficient and smaller models that require less computing power to train. And China's done this without access to the latest high-tech computer chips, which the U.S. has banned from being exported to China. But one analyst is a bit skeptical, saying we're taking DeepSeek's word for it that it's doing all this much cheaper than its American competitors. We don't know that that is true. We have not verified it yet. We don't know enough details. And Lance Ulanoff says there are things American AI programs can do that DeepSeek's R1 can't. One of the hallmarks of some of the best AIs is that they can do more than just respond to text prompts. Things like Google Gemini, you can have an audio conversation, or you can show it a picture or live video and ask it about it. Now, that's something that DeepSeek R1 cannot yet do. Professor Jeffrey Ding says one key barometer to watch for in DeepSeek R1's future is what it's used most for, whether it's used primarily as an office assistant and productivity type tool, or possibly for other things like maybe a source of news, in which case he says it could encounter a lot more resistance from entities like the U.S. government. Brian Todd, CNN, Washington. DeepSeek and its AI claim has spooked markets and stunned the world, but
Is it for real? Now, last week, DeepSeek unveiled a generative AI model called R1. It's much like ChatGPT, except the company said that it can operate at a fraction of the cost. Now, according to DeepSeek, it spent only $5.6 million on computing power for the base model. And compare that with U.S. companies like Meta, like OpenAI or Google that have paid hundreds of millions or billions of dollars on their AI technology. Now, DeepSeek's announcement rattled America's tech sector. The tech-heavy NASDAQ lost more than 3%. Shares at NVIDIA fell nearly 17%. But analysts are questioning DeepSeek's claims. In fact, according to Strategy Risks founder Isaac Stonefish, he says this, quote, "How much did it actually cost DeepSeek to train its model? We won't know that until someone has properly audited its claims and the research paper it released." Meanwhile, we've been learning more about the founder of DeepSeek. Now, Liang Wenfeng recently spoke at a symposium hosted by the Chinese premier, Li Qiang. And according to Chinese state-run media, his lab is based in Zhejiang province. It reportedly has a small team of fewer than 10 people. And Liang believes China must shift. It must shift from imitation to originality to build its own high-tech ecosystem. In fact, this is what he says. He says this, quote, "We often say there's a 1 or 2 year gap between China and the U.S., but the real gap is between originality and imitation. If this doesn't change, China will always be a follower," unquote. Liang adds that China cannot be in a follower position forever. Christy Lustau, CNN, Hong Kong. When you hear somebody come up with something, we always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with, hopefully, the same solution. Under the Trump administration, we're going to unleash our tech companies and we're going to dominate the future like never before. في خطوة صينية هزت عرش الذكاء الاصطناعي في العالم، تفوق مساعد الذكاء الاصطناعي ديب سيك على منافسه تشات جي بي تي ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفا على متجر أبل في أمريكا. وقد كشفت شركة ديب سيك عن نموذجها الجديد R1 عظيم المحتوى محدود الميزانية المادية نسبيا. نشرت ديب سيك بحثا تفصيليا شرحت من خلاله كيفية بناء نموذجها بتكلفة لم تتجاوز 6 ملايين دولار أمريكي باستخدام شرائح انفيديا اتش 800 الأقل تطورا، وما يبرز قدرة الفريق التقني الصيني على تحقيق القدر الأقصى من الفائدة من الموارد المتاحة. وذلك عد دليلا على قدرة R1 على تحقيق اختراقات تقنية رغم قيود واشنطن الخاصة بتصدير الرقائق المتقدمة، وهو ما طرح أسئلة حول فاعلية العقوبات الأمريكية وقدرة الشركات الصينية على الابتكار في ظل تلك القيود. ديب سيك الصينية مشاهدينا الناشئة فاجأت الأسواق العالمية وأحدثت تحولا كبيرا في المعادلات العالمية وبثت القلق في أسواق التكنولوجيا الآسيوية وخفض أسهم الشركات الكبرى. أيضا ديب سيك أسسها مدير صندوق التحوط ليانغ وينفينغ عام 2021 وباشر بشراء آلاف وحدات من معالجة البيانات من انفيديا. وفي عام 2023 أطلق ديب سيك معلنا عن خططه لتطوير ذكاء اصطناعي بمستوى بشري. وبعد أن منعت واشنطن انفيديا من تصدير أقوى رقائقها إلى الصين، اضطرت شركات الذكاء الاصطناعي المحلية مشاهدين لإيجاد طرق بدائل مبتكرة للاستفادة من عدد الرقائق المحدودة محليا، وهي مشكلة تمكن فريق اليانغ من إيجاد حلول لها على ما يبدو. دخلنا مشاهدينا على موقع ديب سيك وأنشأنا حسابا على الموقع وسألنا التطبيق سؤالا محددا لنعرف النتيجة ونقارنها مع نتيجة شات جي بي تي. سألنا عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية. كانت هذه النتيجة إن الجواب متشابه بالإطار العام، لكنه كان أكثر تفصيلا وتنظيما في ديب سيك. فيما كانت إجابة تشات جي بي تي مقتضبة ولم تتطرق إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي،
التي أوردها ديب سيك، ثم الظلم والتحيز والخصوصية والأمان والاستخدام العسكري وفقدان السيطرة وإعادة التأهيل والتعاون الدولي لمحاصرة أخطاره. وأيضا كانت الكتابة العربية من اليمين لليسار على عكس ديب سيك. كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك دي يا صديقي والله كانت بتدور في ذهني قبلك، بس بعد ما البحث بقى والدنيا تعالى أقول لك. وقبل ما أقول لك الحكاية اعمل اللايك بتاعك المتين والشير اللذيذ. تعالى أقول لك بقى يا صديقي إجابات كل الأسئلة دي وليه الضجة دي كلها معمول عليها. أولا علشان تكلفة، معمول هو بتكلفة قليلة، يعني معمول مثلا هو المنافس بتاعه اوبن اي اي، هو معمول ديب سيك معمول ب5.4 مليار، انما شات جي بي تي معمول ب65 مليار دولار. طب ليه الفرق بين الارقام دي؟ بص يا صديقي، هي شركة نيفيديا هي اللي بتورد لهم الشرايح، اي شركة في الاتنين. فشركة اوبن اي اي اللي هي بتاعت شات جي بي تي شركة امريكية، شركة ديب سيك شركة صينية. الاتنين طلبوا طلبيات، فشركة نيفيديا بعتت لشركة ديب سيك بعتت لهم 2000 شريحة، هي الشريحة من حاجة اسمها H800، فبعتت لهم 2000 شريحة بس، مقابل ان اوبن اي اي واخده 65,000 شريحة. انت متخيل؟ فيعني الموضوع بقى فيه شوية عنصرية. فازاي الصينيين يعدوها؟ لا ما ينفعش يعدوها، راحوا واخدين الموضوع على حساسيتهم وقال لك طب علينا النعمة لا نطلع الذكاء الاصطناعي ده. وفعلا بدأوا ان هم يعني انا معرفش هم هيعملوها ازاي، بس متهيألي هم كده مشغلينه على كارت 5090 اللي نازل جديد. يعني الموضوع ان هو يهنج ده انا هتفرج لكم عليه بعدين، بس خليكم معايا في البداية. فالمهم ده خلى الشركة الصينية تاخد الموضوع بشكل عنصري قوي وتتحدى الدنيا، وراحوا اطلقينه. اول تحميله ليه جايبه 2 مليون تحميله، فده خلى الدنيا ضجت سرعه عليها. وبالذات لما بقى التحميله دي عاليه قوي وبقى ترند واحد في بلاي ستور وفي في الترافيك عليه عالي، فراح بقى بدأوا يعملوا بقى؟ بدأ الحوار ده ينزل من شركة نيفيديا. يعني ايه ينزل من شركة نيفيديا؟ يعني البورصة بتاعت نيفيديا نزلت 17% في يوم واحد. انت متخيل 17%؟ ده ده حوار ضخم. فبدأ من هنا المستثمرين اللي في نيفيديا يقلقوا، لا احنا الناس دي بتبقى اهم حاجه عندها الفلوس، الجنيه بالراجل زي ما بيقولوا عندنا في مصر. فبدات الناس تقلق، يعني المستثمرين ده تقلق وخلوهم يعني يبداوا ياخدوا قرارات. لا انتوا بصوا بقى شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. فبدات هنا شركه نيفيديا تطلع تعمل بيان امبارح بتقول لهم يا جماعه طب دي حاجه كويسه وحاجه تفرحنا ان ديب سيك نجحت. يعني ايه يا عم حاجه تفرحك؟ ده انت خسران فيها 17% في البورصه. قال لهم يا جماعه هو موضوع طبيعي ان هم ينجحوا، هم هيحتاجوا لو نجحوا اكتر هيحتاجوا شرايح اكتر وهيجي ياخدوها مننا. طب ما يا ابني اللي خلاهم يعملوا كده هم ممكن يعملوا شرايح، ايه المشكله يعني؟ فخلينا بس نشوف الثورة الصناعية اللي داخلين عليها. وبالنسبة بقى تعالى نشوف موضوع النتائج. وبالنسبة لنتائج الاوبن اي اي النيلا الديب سيك ده، هو بصراحة في النتائج بتاعته جميلة، يعني نتائجه جميلة، بالذات ان هو مجاني وان هو مفتوح المصدر. يعني ايه مفتوح المصدر؟ يعني انت ممكن تاخد الذكاء الاصطناعي ده وبالذات الار1 الديب ثينك ار1 ده، فانت ممكن تاخده وتعدل عليه وتستخدمه يبقى بتاعك. يعني فاهم؟ هم فاتحين المصدر للحوار ده، دي معنى كلمة مفتوح المصدر. تمام. وبالنسبة بقى لموضوع التهنيج، يعني هفهمك يعني هنا مثلا انا كنت بادئ معاه دي تاني مرة. يعني انا هوريك اول مرة هو هنا بيقول لي the server is busy. يعني ايه server is busy؟ السيرفر غير متاح، مشغول دلوقتي، بليز تراي اجين ليتر. ايه يا عم في ايه؟ هو في ذكاء اصطناعي كده ممكن يكون بالضغط، اصل في رسالة قبلها يعني، بس مش سيرفر از بيزي. يعني السيرفر از بيزي ده بتبقى عيب في السيرفرات اللي هو واقف عليها، فبضغط مثلا ترافيك ممكن، مش عارف، بس ده عيب. يعني ده مشكله مشكله بنت كلب جامده قوي. يعني انتوا ازاي كذكاء اصطناعي واخد
كميه مليارات، مش ده بليارات، وكميه معلومات واخدها ضخمه جدا عن اصلا اوبن اي اي. يعني ممكن يكون 3 اضعاف اوبن اي اي او يمكن اكتر كمان. فازاي كميه البيانات دي ومش عارف يستحمل كميه الترافيك اللي داخلاله او كميه الداتا اللي هو بيحاول يعالجها يعني. فهنا في مشكله فعلا في موضوع الشرائح، او هم اطلقوه اسرعوا ان هم بقى شغلوا بال2000 شريحه اللي جات لهم. فاهم؟ انا مش برضو مش بس النتائج دي مش مرضيه يعني. ان هو يجي يقول لك كده، لا يا باشا انت فيك مشكله. فاهمني؟ ده اول او ده تاني يعتبر مشكله في موضوع النيله بتاع ديب سيك ده. تعال نشوف بقى تاني مشكله. بص هنا بيقول لي ايه. انا بقول له يا عم تعالى والنبي حضر لي كده سكريبت من دماغك كده وقول لي ان الدنيا دي ماشيه ازاي. عايز ابقى جوجل، عايز ابقى على جوجل بالنبي ان انا اتكلم عنك يعني، ابقى ترند يعني. فجي بيقول لي ايه، اوبس ديب سيك از experiencing high traffic at the moment. والنبي والله العظيم لا يا راجل ما تقولش. فيعني المشكله هنا ان انت ايه يا عم في ايه؟ هو انا بستخدم ذكاء اصطناعي عشان يقول لي والنبي يا عم تعالى عليا كمان شويه عشان انا عندي الترافيك عالي؟ وقالها لي كتير يعني. انا بص هنا في مره ما ادانيش رد اصلا، وفي مره تانية اداني يعني دي قبلها. انت فاهمني؟ وكل النتائج دي بتطلع. قلت له ايه الاخبار دلوقتي يا باشا؟ ايه فوق؟ الحمد لله. ده بعدها مثلا بتاع سكه 5 ساعات ولا حاجه عشان ابدا انا فوق له يعني. بصراحه في الموضوع يعني صعب يعني. انا مش عارف بصراحه، انا دخلت في وقت يعني غير مسموح بيه ولا ايه؟ انا هبقى استاذن قبل ما اخش ولا ايه الحكايه؟ المهم يا صديقي، خلينا الكلام ده ما بيحصلش في اوبن اي اي. انا ما شفتوش معايا بصراحه في تاريخ تجربتي من ساعه ما اوبن اي اي طلع لغايه النهارده. انا ما شفتوش. تمام؟ اللي هي شات جي بي تي. اوبن اي اي دي الشركه اللي عامله شات جي بي تي. تمام؟ فالفرق شاسع. الفرق شاسع بصراحه. بس بالنسبه للنتائج، هو نتائجه حلو يعني. نتائجه انت تعرف تطلعها من على شات جي بي تي، بس محتاج تبقى بص هو انا هنا مكلمه بالبلدي مش عامل له برومبت. فاهمني؟ انما انت محتاج تبقى بروفيشنال شويه في شات جي بي تي عشان يطلع لك النتائج اللي انت هتعملها له هنا من غير برومبت. فاهمني؟ بس دي المشكله هنا. بس مشكله في شات جي بي تي ومشكله هنا. ايه يا عم تاني؟ والله يا صديقي انت لو جربته وعمل معاك كده قول لنا انت قلت له ايه وهو قال لك ايه، وابعت لنا في الكومنتات الكلام ده بحيث ان احنا نشوف. هو في اسئله فعلا ما بيرضاش. انا سمعت ان هو لو انت جيت سالته في حاجات صينيه مش هيرد عليك اصلا، هيعتبرك مش موجود، لان هو تقريبا عنده تحكمات شويه في الموضوع الصيني ده. تمام؟ ان هم قافلين عليهم، الديمقراطيه بتاعتهم مش موجوده. فخلينا نمشي كمان ونقول ما تنساش يا صديقي اللايك والشير الجميل علشان ده بيساعدنا ان احنا نعمل محتوى. وسلام.